طبعا انت قريت العنوان بتاع الفيديو ومفكر ان الماتش هيكون سهل مع ميديام الغاني وهو بيلعب على ملعبه في غانا، بس انا احب اقول لك ان الماتش مش هيكون سهل تماما على الاهلي، لان ده اخر ماتش هيلعب فيه ميديام الغاني على ملعبه، فبطبيعه الحال هيشتغل هجومي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على اللي يشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله وعاجل غير اجل. وخلينا نتكلم في الماتش بتاع الاهلي وميديام الغاني اللي هيتلعب في غانا يوم الجمعه ان شاء الله. علشان نكون على ميه بيضاء مع بعض من الاول، ميديام الغاني فريق عشوائي جدا، وده نتيجه ان انت غلبته 3-0 في ماتش الذهاب. لكن الفريق العشوائي ده هي نقطه ضعف بس في نفس الوقت هي نقطه قوه للي يقدر ان هو يستخدمها صح. خليني اوضح لك ازاي. بطبيعه الحال دلوقتي مفيش فرق في العالم كتير بتلعب بطريقه 3 في الدفاع. الفريق ده عنده حته هجوميه كويسه جدا، وهي الوينجين، الوينج اليمين والوينج الشمال، دول 2 لعيبه كوره هجوميين فقط. على فكره هو فريق ميديام الغاني بيلعب بطريقه 3-1-4-2. 3-1-4-2، 3 في قلب الدفاع، 1 واقف على دايره السنتر، 4 في وسط الملعب اللي هم منهم 2 الباكين اللي هم المفروض الباكين اللي بيقفوا ناحيه الخطين. لكن بعد كده في الهجوم في 2 مهاجمين اللي كان منهم انسوا اللي مشي من الفريق، والحمد لله ان هو مشي في الفريق لان هو لاعب كان كويس جدا وبيقدر ان هو يصطاد اقل الفرص. خلينا نتكلم عن اهم مميزات واخطر مميزات ميديام الغاني، وهم الوينجين اليمين والشمال اللي هم في الاصل باك يمين وباك شمال. الاثنين اللي انت شايفهم دول ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندهم نزعه هجوميه كبيره جدا، اما النزعه الدفاعيه فهي مش موجوده تماما في الناحيتين. لكن الاثنين دول بيعملوا فنتات لعيبه كويسه جدا، يعني اللي بيستلم الكوره من المكان ده هتلاقيه لعبها طوليه لقلب الملعب علشان توصل للمهاجم اللي واقف قدام ويقدر يعمل منها هجمه خطيره. وعلى فكره حصلت في كذا ماتش، ومنهم كمان الماتشات الاخيره لفريق ميديام الغاني في الدوري الغاني. خلينا نكمل بس الكلام بتاعنا. بيلعبوا بطريقه لعب فنتات، يعني هو ممكن يرقص ويجري، ده لعب عادي جدا عندهم. اما التسليم والتسلم فهم لعبهم سريع جدا في منطقه وسط الملعب. لكن في نقطه مهمه جدا وهي نقطه العرضيات، يعني هو ممكن برضو اللاعب اللي يعمل فنت ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ممكن يعمل الفنت ويتقدم بيه وتلاقيه رفع الكوره مره واحده. لكن هم عندهم في الحته الهجوميه دي الاثنين اللي واقفين قدام هم مش طوال القامه، يعني هو المنطقه الاماميه بتاعتهم ما فيهاش لعيبه طويله القامه، فهتلاقي اللي بيكمل اللعب معاه الاثنين اللي جايين من ورا او ال3 اللي جايين من ورا، هم دول اللي بيحطوا الرأسيات لان هم لعيبه طويله جدا ممكن يعملوا الرأسيات بشكل عادي جدا. لكن المناطق الهجوميه بتاعتهم الاثنين المهاجمين مش طوال القامه، فمش هيكونوا مؤثرين جدا في العاب الهواء. لكن التأثير زي ما انا قلت لك هيبقى جاي من قلب الملعب. الاثنين اللي متقدمين او ال3 اللي جايين على الهجمه من ورا مكملين لقدام هم دول اللي هيعملوا مشاكل. يعني عشان برضو نكونوا على ميه بيضاء مع بعض، فريق ميديام الغاني كل الطرق تؤدي الى مرماه بسبب ضعف المنطقه الدفاعيه بتاعته. انت ممكن تعمل فيها اللي انت عايزه، بس خلي بالك في حاجه معينه، الملعب وارضيه الملعب بتاعه فريق ميديام الغاني ملعب مش سهل تماما، ملعب كله حفر وملعب ما تقدرش تلعب فيه كرة كويسه. كلنا عارفين ان مارسيل كولر بيلعب بطريقه لعب مباشره في وسط الملعب، وبيقدر ان هو يحرك الكوره على الارض من اليمين ومن الشمال، والكرات الهوائيه طبعا بتوصل للعيبه. لكن الملعب ده ملعب صعب جدا، الفريق اللي بيلعب عليه ما بيقدرش ان هو يلعب باسلوبه ويفرض اسلوب لعبه على ارض الملعب. وكمان في نقطه تانية زي ما انا قلت لك قبل كده، ان فريق ميديام الغاني الماتش بتاعه قدام الاهلي هو اخر ماتش على ملعبه في دور المجموعات، علشان كده هو هيقاتل وهيهاجم وهيلعب عليك بطريقه هجوميه علشان يقدر يحقق اهدافه وياخد ال3 نقط بتوع الماتش. في حاله الدفاع بقى فريق ميديام الغاني هو فريق عشوائي، زي ما هو هجوميا فريق عشوائي برضه دفاعيا، مفيش ركيزه معينه بيقفوا عليها. فانت ممكن تشوط من بره ال18، ممكن تعمل عرضيه تجيب منها اهداف، ممكن كمان تعمل فنتات وترقص وتعدي تجيب جون. كل الكلام ده متاح، علشان كده عنوان الفيديو يا جماعه كل الطرق تؤدي الى مرمى ميديام الغاني. لكن خلي بالك الخوف من حاجات معينه. الخوف رقم 1 بالنسبه لي هو الخوف من فريق الاهلي نفسه، ان هو ما يبقاش في حالته زي ما احنا شفنا كده في الماتش بتاع شباب بلوزداد. احنا شفنا فريق الاهلي عنده فرص كتير جدا يقدر يجيب منها اهداف، شفنا 3 فرص مؤكده للنادي الاهلي كان ممكن يجيب منها اهداف لكن ما حصلش. دايما الاهلي بيصعب الماتشات على نفسه، وبنحس ان احنا كمشجعين ان احنا في عنق زجاجه والماتش بيبقى صعب جدا رغم ان هو بيبقى سهل جدا.
وبنقدر ان احنا نجيب فيه اهداف، لكن بتبقى اللعيبه بتصعب الامور على نفسها رغم ان الماتش ممكن يكون اسهل بكتير. والنقطه الثانيه اللي انا خايف منها زي ما قلت لك قبل كده هي ارضيه الملعب اللي ما فيهاش اي استواء تماما، وصعب ان فريق يلعب عليها كره مباشره. اما الخوف رقم 3 بالنسبه لي وهو من الطرق الهجوميه العشوائيه اللي بيلعب بيها فريق ميديام الغاني. علشان كده قلت لك ان لازم يكون في وعي تام من جانب علي معلول من ناحيه الشمال ومحمد هاني من ناحيه اليمين علشان يصد كل الهجمات اللي جايه من جانب الوينجين او الباكين بتوع فريق ميديام الغاني، وهم اساسا مفاتيح اللعب اللي بيلعب بيها فريق ميديام الغاني. وكمان عايز اقول لك ان اللعب الطولي اللي بيلعبوه ورا المدافعين، يعني المهاجم بتلاقيه جري مره واحده علشان يستلم كره طوليه مبعوتاله من اقصى درجات الملعب، يعني تلاقيه باعت له مثلا كوره من اليارده مثلا 64 عن المرمى بتاعهم، من 64 يارده بيلعب رفعه طوليه لقلب الملعب بيقدر ان هو يوصلها للمهاجم ويقدر منها ان هو يجيب هدف. الماتش ده انت محتاج تفوز او على الاقل تتعادل علشان تحافظ على حظوظك في التأهل كمركز اول في المجموعه دي، لان شباب بلوزداد رايح يلاعب يانج افريكانز في ملعبه في تنزانيا. خلي بالك الفرقتين معاهم 5 نقط، يعني الكسبان منهم هيوصل لحد النقطه رقم 8 وده معناه انه هيكون مركز اول. وانت لسه عندك ماتش مع يانج افريكانز في الماتش اللي هو الماتش السادس وده هيكون في القاهره. انت هتحقق باذن الله نتيجه ايجابيه في الماتش ده، لكن احنا ليه نصعب الامور على نفسنا وما نخلصش من بدري؟ فريق زي ميديام الغانا ده في المتناول تماما، انت كسبته 3-0 في ملعبك في الدور الاولاني، وده معناه ان انت تقدر في الماتش بتاع العوده اللي هيتلعب يوم الجمعه ان شاء الله انك تعمل عليه ماتش محترم وتقدر من خلاله ان انت توصل للنقطه رقم 9 علشان تامن صدارتك للمجموعه. حاجه كمان انا حابب اتكلم عليها وهي ازمه محمود عبد المنعم كهربا، واللي فيه كلام كتير جدا عليها ازاي اللاعب ما يروحش يحضر الماتش بتاع الاهلي مع ميديام الغاني، وهو ماتش يعتبر بالنسبه للاهلي يعتبر الى حد ما ماتش مصيري، وده اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا. ازاي لاعب يسيب الماتش لمجرد ان هو عايز يحضر الفرح بتاع اخته؟ خلينا نتكلم بشكل موضوعي شويه. انا متضايق من كهربا ان هو ساب المعسكر بتاعه وراح على الفرح بتاع اخته، وخلي بالك الكلام ده كله بموافقه مارسيل كولر او بموافقه مبدئيه من الاداره اللي صدرت الموضوع لكولر واللي اداله علامه الصح كده والضوء الاخضر علشان يروح يحضر الفرح بتاع اخته. بس خلي بالك انا عايز ارجع شويه كده لحد سنه 2017 وبالذات في المعسكر بتاع الاهلي في تونس قدام النجم الساحلي سنه 2017 في الماتش بتاع نص النهائي بتاع الذهاب. وده ساعتها كان رامي ربيعه كان الفرح بتاع اخوه في نفس الوقت بتاع المعسكر، واللي حصل وقتها ان رامي ربيعه سافر مع البعثه لتونس وكمان حضر الماتش بتاع الاهلي مع النجم الساحلي وبعت لاخوه رساله تهنئه عباره عن فيديو ليه هو واللعيبه. وساعتها الفيديو ده او التهنئه دي اتعرضت في القاعه بتاعه الفرح بتاع اخوه وكل الناس شافتها. وعلى فكره التهنئه دي كانت من رامي ربيعه وكانت من باقي اللعيبه بتاعه الاهلي، لكن بص على الموقف ده وبص على الموقف ده. انا بصراحه مش شايف اي مبرر لكهربا انه يسيب المعسكر بتاع النادي الاهلي، ده اكل عيشه برضه يا جماعه. ازاي تسيب المعسكر بتاع الاهلي وتروح لفرح اختك؟ انا عارف ان هي اختك وعارف ان انت من حقك ان انت تحضر فرح زي ده، بس انا بتكلم عن مبدأ من مبادئ النادي الاهلي ان المفروض ان اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي بيحترم كل القوانين بتاعه النادي الاهلي زيه زي الجيش بالظبط. الاهلي فعلا زيه زي الجيش بالظبط، ودي كان الرساله اللي وصلها رامي ربيعه لاخوه في الفيديو اللي انا قلت لك عليه من شويه. في النهايه لو انت والابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو ما تنساش تدوس زر السبسكرايب اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي. ولو انت متابعنا على الفيسبوك يا ريت تضغط زرار الفولو وترزعنا واحده لايك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.